ابن ريفة من أهل الشعر، وهو شاعر حقيقي، وهذا شهادة من أبو أحمد. وأهل الفكر الناس المبتكرين في الساحة الشعرية، وأهل الدين ربطها بالدين. هنا الفهمي بيدخل في أمر لابن ريفة. شنو الأمر اللي دخل الفهمي فيه؟ لكني ما سمعت برايه ولا شفت راياته. رايه في بيت ابن مهيد، ولا شفت راياته. انت القرقاح عندك شعارات ورايات، انا عد الحقيقه، انا في الساحه الشعريه اقصي الشعراء، انا في اللقاءات ما شفنا لك لا راي ولا رايه. وين القرقاح؟ اما يقولون ما لا يفعلون. هنا الفهمي ضغط على القرقاح في موضوع ابن مهيد وبيت سفر. هلا هلا شد حيلك واجتهد واللي معك هاته. ابدا الطاروق. وهنا كان فلاح القرقاح يبي يسلم الفهمي زمام الامور في الطاروق. الفهمي استلمها اصلا من البيت الثاني، ولكن يقول انت اللي كان القرقاح. وفي شعراء كذا دائما ما يحبون، يحب ان المعنى يجي. أنا ماني برامي لين أشوف الوعل شوف العين. أنا ماني برامي لين أشوف الحقيقة شوف العين. كان القرقاح يقول أنا مشكك في البيت. ترى هذا كلام القرقاح، تشكيك في البيت. أنا ما أشوف البيت، ما هو نظيف ولا هو طيب، والبيت يمكن طيب. القرقاح ما هو متأكد، يقول لين أشوف شوف العين. أنا ما أدري والله، ما أنا بين هذه وتلك. أشوف شوف العين، يعني أنا لست متأكد من نظافة هذا البيت. وإذا الله ما كتب له موت خليه يلحق أمات، خليه يلحق البيوت الأولى، البيوت اللي سبقت، اللي جاء عليها نقاش. إذا الله ما كتب له موت والنقاد عرجوا عليه والناس عرجوا عليه وسلم من هذا، خليه يلحق أماته. ربما البيوت اللي قديمة لهذا الشاعر خصوصا سفر الدغيلبي، خليه له بيوت سابقة ولا يدعي فيها الإثارة وفيها اللخبطة هذه، خليه يلحق أماته. القرقاح تبرى من البيت كامل بالأمانة. تحديناك في وحدة